السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا انا كنت خدت كده نظرة على الفيديوهات اللي انا كنت نزلتها، لقيت ان في اول تو سب يونتس كانت الكواليتي بتاعتهم مش حلوة. تمام. فاضطريت ان انا انزلهم بقى من اول جديد بالكواليتي اللي انتوا شايفينها دي، طبعا بحيث ان هي ايه، سواء الصوت او الماتيريال تكون واضحة قدامكم كويس. فمعلش انا هعمل ريكورد تاني. فالنهارده طبعا هنبدأ بالكونسبت اوف فاينانشال اكاونتنج. اول حاجه خلينا نشوف السي ام اي طبعا. فانا بقول لك دي ستادي يونت 1 اللي هي اكسترنال فاينانشال ستيتمنتس، القوائم الماليه الخارجيه يعني. دي بتدرس فيها ايه طبعا؟ بتدرس في يونت 1 الكونسبت اوف فاينانشال اكاونتنج، ستيتمنت فاينانشال بوزيشن، بالانس شيت، انكم ستيتمنت اند ستيتمنت اوف comprehensive income, statement of changes in equity and equity transaction, statement of cash flows and consolidation accounting اللي هي المجمعة يعني. This study unit is the first of six on external financial reporting. يبقى دي اليونت 1 من ايه، من اصل 6 للفار يعني، اللي هي external financial reporting. The relative weight assigned to this major topic in part 1 of his exam، يعني حجمها بيقول لك ان هي 15% من قيمة، من اجمالي الامتحان يعني. طيب the six study units are: اول حاجة study unit 1 هي ايه، external financial statement اللي هي هنشتغل فيها احنا او احنا اللي شغالين فيها حاليا. study unit 2 الميجرمنت valuation and disclosure الاسset short term items يعني الرسول اللي هي قصيرة المدى. و study unit 3 measurement valuation and disclosure assets long term assets items. دي طبعا بالمناسبة الميجرمنت يعني بيقول لك القياس، وان انت بتقيمها ازاي وبتفتح عنها ازاي. study unit 4 measurement valuation disclosure للliability. study unit 5 revenue and impairment recognition يعني ازاي انت بتعترف بالايراد اللي عندك وازاي بتعمل impairment اللي هو الاضمحلال. study unit 6 integrated reporting. تمام. طيب النهارده احنا بيقول لك هنا ايه، this study unit discusses يعني بتشرح لك او بتناقش معاك the basic concepts يعني اللي هي الأساسيات بتاعة الفاينانشال accounting which are important to understand before moving on studying 3 through 5. يعني لازم انت تكون عارف في اليونت 1 دي البيزكس. تمام. قبل ما تروح على اليونت 3 لحد يونت 5. topics covered in this study unit includes، يعني بيقول لك ان اللي احنا هنغطيه في اليونت ده اليوزرز اوف اكاونتنج. مين هم اليوزرز؟ ايه هو الاكرول اكاونتنج؟ ايه هو البيزك فاينانشال ستيتمنت؟ ايه هي القوائم الاساسيه اللي عندي؟ ذا اكاونتنج equation، ايه المعادله بتاعت الاكاونتنج؟ and transaction analysis، وازاي انا بعمل تحليل للترانزاكشن اللي عندي لما اجي اسجلها. والايكوتي ترانزاكشن، الحركات الخاصه بالملاك. طبعا النهارده هنبدا بيونت 1 سب يونت 1 concept of financial accounting. طيب بيقول لك هنا the objective of general purpose financial reporting، ايه هو الهدف الرئيسي من الفاينانشال ريبورتنج، من التقارير المالية. طيب the objective of general purpose financial reporting is to report financial information that is useful in making decisions. شباب من دلوقتي بقول لكم دي حتة أسئلة في السبينت ده، يعني تقريبا كده الأسئلة كلها بتاعت السبينت ده بتتكلم عن decision making. أي سؤال هتشوفه هتلاقي فيه الإجابة هي decision making. إيه هي الأوبجيكتيف بتاعت general purpose financial reporting؟ decision making. معناه الكلام اللي هو بيقولك ده، بيقولك إن أنت ليه بتعمل قوائم، ليه بتعمل تقارير مالية؟ على أساس إن أنت تقدر تاخد قرار بتفيدك في اتخاذ القرارات. تمام. قرار دي بخصوص ايه؟ بخصوص ان انت providing resources to the reporting entity، يعني ان انت تجيب موارد للشركة، يعني تاخد قرض، تبتدي بقى تشوف مثلا تبيع على الحساب، كريدت، الكلام ده كله. فهي مفيدة ان انت ايه، تاخد قرارات ان انت تجيب موارد للشركة. طيب the information reported relates to the entity economic resources and claims to the firm، يعني بيقول لك البيانات اللي هي المعلومات دي بتكون متعلقة بإيه؟ متعلقة بموارد الشركة أو الالتزامات اللي على الشركة.
دي أول قائمة، يعني هو بيتكلم على قائمة الفاينانشال بوزيشن أو البالانس شيت. تمام. and to the changes in those resources and claims، والتغيرات اللي تمت عليهم. يبقى قائمة الدخل، سوري، قائمة البالانس شيت بيبين لك فيها إيه الموارد اللي معاك والالتزامات اللي عليك. دي كده أول حاجة من الفاينانشال انفورميشن اللي هي اليوسفول للميكينج ديسيجنز. طيب information about economic resources and the claims helps to evaluate liquidity, solvency, financing needs and profitability of obtaining financing. طيب قائمة البالانس شيت دي بتوضح لي ايه؟ زي ما قلنا بتوضح لي الايكونوميك ريسورسز اند ذا كليمز. الكلام ده بيوضح لك ايه؟ بيوضح لك الليكويديتي، السيولة اللي عند الشركة. السولفنسي برضه هي السيولة، بس ايه الليكويديتي دي على الشورت تيرم، يعني حاجات اللي هي الشورت تقدر تدفعها على المدى القصير، او السولفنسي يعني الحاجات اللي تقدر تدفعها على اللونج تيرم. تمام. لونج تيرم ايه؟ liability. financing needs يعني الاحتياجات التمويلية بتاعتك and profitability of obtaining financing يعني probability يعني الاحتمالية ان انت يكون يعني محتاج قرض، ممكن يكون عندك التزامات كتيرة فانت مش عارف تدفعها، فهو ده اللي بيبينه لك فين في البالانس شيت. users need to differentiate يعني ان هم ايه يفرقوا ما بين changes in economic resources and the claim arising from entity performance، يعني التغييرات اللي تمت على الموارد دي والالتزامات دي من ايه؟ من الانكم ستيتمنت، او other events and transaction زي ايه؟ زي issuing debt ان انت اصدرت debt and equity اللي هو فين؟ في البالانس شيت. information about financial performance useful for. بيقول لك ايه في الحته دي؟ اليوزرز اللي هم بيستعملوا القوائم دي لازم يفرقوا ما بين حاجتين: التغييرات اللي تمت على الايكونوميك ريسورسز والكليمز اللي جات من انتيتي بيرفورمانس، يعني ان انت النت انكم ده اثر لك فين؟ اثر لك في الانكم ستيتمنت، وبالتالي اثر لك في الريتيرن ايرنينج. فهي العمليه كلها مرتبطه ببعض، زي ما احنا هنشوف تحت ان في علاقات ما بين القوائم الماليه، في علاقات ما بينهم. وزي برضو لو انت اصدرت ديت فبالتالي ده ايه عندك هيظهر في البالانس شيت. فلازم تتفرق بين الحاجتين دول، ان انت في ممكن تتأثر الموارد بتاعتك والالتزامات بتاعتك من الانكم ستيتمنت، او ممكن تتأثر معاك من ان انت اصدرت ديت، فده هيظهر معاك في البالانس شيت. طيب information about financial performance يعني الأداء المالي بيكون useful لإيه؟ إن أنت تقدر تعمل understanding the return on economic resources, its variability and its components. يعني هتقدر تفهم العائد من الايكونوميك، من الموارد اللي عندك دي، العائد بتاعها ايه اللي انت استفدته من الموارد اللي عندك. يعني انت شغلت سوري عملت انفستنج مثلا في الاسيتس، فبالتالي الاسيتس دي لما انت هتشغلها ايه العائد منها، ايه العائد من التشغيل بتاعها. تمام. evaluating management ان انت تقدر تقيم الاداره اللي انت مخليها النهارده في الشركه دي، ايه الاداء اللي هم عملوه، ايه النتيجه بتاعتهم، هل هم بيعملوا لك نت انكم ولا نت لوس. فانت بالتالي هي مفيده ليك ليه؟ ان انت تقدر تعمل performance analysis، تقدر تحدد الفاينانشال performance ويقدر يفيدك في الكلام ده كله. predicting future returns العوائد المستقبليه، تقدر تعمل توقعات للعوائد المستقبليه. for general purpose financial statement يعني اللي هو الكلام اللي هو بيحكوا لك ده، ان هي تقدر تكون مفيده امتى؟ لازم تكون مفيدة للإكسترنال بارتي في حالة إن هي إيه لازم تكون معدة تحت prepared in conformity with accounting principles that are generally accepted in the US GAAP. يعني المستعملة فين؟ في United States اللي هي General Accounting General Accepted Accounting Principle، يعني المعايير الأمريكية. يعني إحنا شهادتنا CMA ليست معايير دولية، ولكن معدة ضمن المعايير إيه الأمريكية. بكل بساطة يا شباب، عشان نفهم الجزئية دي، قلت ان انا عندي هدف من ان انا اعد القوائم، ان هي هتساعدني فين؟ مفيده ليا ان انا اخد قرارات ليه؟ ان انت تمد الشركه بالموارد. طيب الانفورميشن دي بتكون متعلقه بالايكونوميك ريسورس اند كليمز، يعني اللي هي بيتكلم فيها على البالانس شيت، او
هتكون برضو هتحدد لك اللي هي evaluate liquidity، ان انت تقيم الليكويديتي سيوله او السولفنسي على المدى البعيد المدى القصير. دي القصير ودي البعيد. دي طبعا financial needs احتياجاتك الماليه واحتماليتك ان انت تكون محتاج financing تمويل. لازم المستخدمين القوائم يفرقوا بين حاجتين. يفرق ان التغيرات اللي حصلت على الايكونوميك ريسورسز والكليمز دي ممكن تكون جايه من الانكم ستيتمنت، ممكن تكون جايه من البالانس شيت. الانكم ستيتمنت ان انت يكون عندك البرفورمانس بتاعك، البالانس شيت ان انت عملت اصدار للديت. هتكون انفورميشن about financial performance مفيده لايه؟ مفيده ان انت هتعمل تشوف العائد من الموارد بتاعتك، تقدر تقيم الإدارة اللي عندك وتقدر تعمل تقديرات للفيوتشر ريتيرنز. لازم تكون المعلومات دي مفيدة للمستخدمين الخارجيين الاكسترنال. لازم تكون معدة ضمن ايه؟ ضمن الجاب اللي هي ايه؟ General Accepted Accounting Principle. لأن الشركة دي أصلا لأن الشهادة دي أصلا شهادة أمريكية. same exam also test some knowledge of، يعني بقول لك ان هي هتلاقي فيها international financial reporting standards. برضه هيكون فيها مقارنات. لما يكون فيها مقارنات significant difference between international standards and US GAAP are detailed. يعني هيجي زي كده في حتة لونها مثلا رمادي جراي، هيقول لك ده الفرق ما بين الايفورس وده الفرق ما بين الجاب. if an exam doesn't distinguish between gap and average use gap، يعني بيقول لك لو هو ما قالكش في الأسئلة أو في الامتحان مثلا إن أنت في فرق ما بين الجاب والأيفرز، أنت بالتالي أوتوماتيكلي كده باي ديفولت تستخدم الجاب. طيب financial accounting differs from management accounting، يعني المحاسبة المالية بتختلف عن المحاسبة الإدارية. management accounting assist management decision making، يعني الراجل الإداري بيساعد ان هو يعمل ايه decision making، يتخذ قرارات، بيوضع خطط، بيعمل كنترول. يتخذ قرارات، يوضع خطط اللي هي البادجت، وبيعمل كنترول لما يشوف ايه الانحرافات يقدر يعمل كنترول على الحاجات اللي هو كان عاملها بادجت اصلا. management accounting information is therefore primarily directly to specific internal users، المستخدمين داخلين وليس مستخدمين خارجيين. management accounting topics are covered in study 7 through 16. يعني بقول لك ان انت الراجل المحاسب الاداري ده مختلف عن المحاسب المالي. المحاسب المالي بيكون اكسترنال، المحاسب الاداري بيكون ايه؟ انترنال. تقاريره كلها داخليه، ودي هتشوفها في الكوست اللي هي من يونت 7 لحد يونت 16 لحد ما تعمل انحرافات. طيب مين هم اليوزرز اوف فاينانشال ستيتمنت؟ مين هم مستخدمين القوائم الماليه؟ عندي external و internal users. الاكسترنال يوزرز دول اللي هم البرايمري يوزرز اوف فاينانشال ستيتمنت، هم المستخدمين الأساسيين للقوائم. External users use financial statement to determine whether doing business with the firm will be beneficial. يعني بيقول لك انت دلوقتي لما بتعمل القوائم دي اللي بيستعملها عندك مين؟ external users و internal users. external users عشان يشوف هل هو دخوله في الشركة دي مفيد لي ولا لا. ما انت النهارده هتديني قوائم مكان هبص عليها، انا راجل عايز استثمر عندك، ما انا ممكن اشوف ان الشركه خسرانه فاستثمر عندك ليه؟ ده اللي هو بيقول لك في الحته دي. مين هم اليوزرز بتوع القوائم الماليه؟ داخليين وخارجيين. الاساسيين هم الخارجيين، يعني القوائم دي بتخاطب بنسبه كبيره الخارجيين. يعني مثلا مثال برضو ان انت عندك كريديتورز، عندك مقرضين، وعندك اللي هم السبلايرز. دول برضو هيشوف هل هو يديلك قرض ولا لا. هل انا سبلاير النهارده ابيع لك على الحساب ولا لا؟ ايه البيمنت تيرم على اساس ان انا اضمن فلوسي؟ 30 days 60 days 90 days. كل الكلام ده اللي احنا ايه هناخده في المستخدمين القوائم الماليه. طيب يبقى هم primary users للقوائم الماليه عكس الانترنال. طيب ايه هي الامثله على كده؟ بيقول لك investor need information to decide whether to increase decrease or obtain an investment in a firm. يعني المستثمرين بياخدوا القوائم دي على اساس ان هم يشوفوا او يقرروا ان هم يزودوا حصتهم، يقللوا حصتهم، او يستثمروا اصلا عندك ولا لا. يعني سواء هم جوه اصلا مستثمرين معاك هيزودوا او يقللوا، او انا واحد لسه جديد هشوف ان انا استثمر معاك ولا لا عن طريق القوائم الماليه.
بين external users. انا مستثمر external users. creditors اللي هم المقرضين need information برضو اللي هم القوائم المالية to determine whether to extend the credit and under what terms. ده اللي هو برضو بيكلمك الكريديتور، سواء ان انت واخد قرض او انت راجل سبلاير بتدي بضاعة او انت مقرض الشركة. بتاعت القوائم دي عشان انت تشوف تزود الكريدت تيرم او تشوف ان انت الفلوس تحصلها على ايه هي الترم البيمنت تيرم اللي هم يدفعوا لك بيها يعني. فانا دلوقتي الكريديتورز انا المقرض برضو اكسترنال يوزرز، انا انفستور اكسترنال يوزرز، انا برايمري انا اساسي بستعمل قوائم ماليه. طيب فاينانشال ادفايزرز يعني الراجل الاستشاري والراجل المحلل برضو بياخد القوائم الماليه ليه؟ عشان يساعد المستثمر اللي هو عاوز يستثمر في الشركه. انا النهارده عايز استثمر، بروح اجيب واحد استشاري بسأله، باخد القوائم دي بروح له بقول له انا الشركه دي استثمر فيها ولا لا. بروح للمحلل المالي لانه بيعمل تحليل النسب اللي هي الكارنت ريشيو الكويك ريشيو، بيشوف النسب دي بيديني اللي هو الفيدباك بتاعته اروح استثمر ولا لا. فانا بيقول لك نيد فاينانشال ستيتمنت تو ايفالويت، يقيم لي particular investment استثمارات اذا كان استثمر ولا لا. ستوك اكسشينج need financial statement to evaluate whether to accept a firm stock for listing or whether to suspend the stock trading. يعني النهارده برضو ان البورصه نفسها بتاخد القوائم الماليه دي عشان نشوف هل هي تخليك انت راجل ليستد ولا توقف لك اصلا ان انت تكون معاهم اصلا عامل ستوك تريدنج. تمام. فدي برضو يعني الستوك اكسشينجز دول خارجيين، مستخدمين خارجيين، والفاينانشال ادفايزرز والاناليست برضو هم ايه خارجيين. Regulatory agencies may need financial statement to evaluate the firm's conformity with regulations and determine price levels in regulated industries. دول اللي هم يعني ايه، بيقول لك المصالح الحكومية برضو بياخدوا القوائم دي عشان يقيموا، يشوفوا الشركة دي ويشوفوا ايه الأسعار بتاعتها والكلام ده كله. يبقى أنا عندي users financial statement هم اتنين external و internal. مين الأساسيين معايا؟ الاكسترنال. ليه؟ لأن زي ما عرفنا إن هما بيكونوا انفستور، كريديتور، فاينانشال ادفايزرز، ستوك اكسشينجز، ريجولاتوري ايجنسيز، دول كلهم خارجيين، ودول من هدفهم إن هم يشوفوا القوائم عشان يشوفوا هل هم يستثمروا ويكملوا معاك ولا لأ. internal users مستخدمين خارجيين دول also use financial statement to make decision affecting the operations of the business. These users include management, employee and board of directors. بس دول ليس أساسيين، هي الأساسية ليهم هم external. اللي بيخاطب الانترنال اللي هو الراجل الإداري المانجمنت accounting. تمام. features of financial statement، خصائص الفاينانشال statement إيه؟ بيقول لك financial statements are primary means of communicating financial information to external parties. نفس ما قلنا فوق إن هي معلوماتها بتكون بتوصل المعلومات المالية دي للإكسترنال اللي هم البرايمري يوزرز اللي هم دول. تمام. فهنا بتكون مفيدة لأنها توصل معلومات مالية للإكسترنال. additional information is provided by financial statement notes. في عندك بيكون في كل ميزانية في حاجة اسمها النوتس أو الديسكلوجر، دي برضو إيه حاجات إضافية كده بتكون موجودة جوه الميزانية. supplementary information such as management decision and analysis، يعني بيكون برضو في حاجات معلومات إمدادية بتكون اللي هي الإدارة متخذ قرارات إيه، تحليلاتها إيه، and other disclosures أو صفحات أخرى. information typically disclosed in notes in session to understand the financial statement. يعني بيقول لك إن أنت لازم يكون عندك النوتس عشان توضح لي أو تفهمني إيه هي القوائم المالية دي مبنية عليه. The notes are considered part of the basic financial statement، يعني هي جزء لا يتجزأ، هي integral part. تمام. لازم تكون عندك النوتس زي amplify or explain information recognized in statement and are integral. اهي part يعني جزء لا يتجزأ في statements prepared in accordance with هي معدة ضمن الجاب زي ما قلنا عشان تكون معلومات مفيدة. لازم تكون تحت ايه، تحت general accepted accounting principle. The first footnote، أول حاجة أول footnote
combining any set of، يعني أول معلومات بتكون موجودة في السيت اوف كومبليت فاينانشال ستيتمنت اللي هي البالانس شيت والانكم ستيتمنت والكاش فلو والتشينجز ان ايكويتي. sorry. Generally one describing significant accounting policies. يعني انت كده لما تفتح الميزانية هتشوف ايه؟ هتشوف الفوت نوت دي اللي هي بتكون شرح ايه؟ significant accounting policies، يعني السياسات المحاسبية اللي انت ماشي عليها such as use of estimates. يعني انت بتستخدم مثلا الديبريشيشن على كام سنة، النسبة بتاعته كام، الافتراضات، تمام. and policies relating to among other revenue recognition. يعني ايه هي البوليسيز بتاعتك، او ان انت بتعمل revenue recognition بتاعك على اي اساس. and allocation of assets tangible and intangible. يعني لما بتيجي بتعمل زي ما قلنا الاسيتس بتحسبها اليوسفول لايف بتاعتها كام، البرسنتج بتاعتها كام، اللي هو الديبريشيشن لما تحسب الديبريشيشن cost to current and future periods، تمام. دي هي خصائصها. يبقى خصائصها ان هي لازم تكون عندي نوتس، لازم يكون عندي disclosures، لازم تحدد لي معلومات عن اتخاذات القرارات بتاعة الإدارة والتحليلات بتاعتها. دي طبعا جزء لا يتجزأ من القوائم المالية، تشرح لي المعلومات اللي جوه القوائم المالية. أول حاجة بتكون موجودة أول ما تفتح القوائم المالية إن أنت إيه السياسات المحاسبية اللي بتتبعها، إيه هي الاستيميتس والتقديرات للريفينيو ريكوجنيشن وللأسيتس ديبريشيشن والكلام ده كله، سواء تانجبل أو intangible. طيب بيقول لك هنا a full set of financial statement includes the following statements. يعني إيه هي القوائم المالية اللي أنت بتعدها؟ هم ست يعني حاجة كده، يعني لازم لما تروح مثلا تشتري يكون مثلا في عرض، العرض ده بيكون باكج، فهو ده الست يعني شاملة كذا قائمة. ايه هي statement of financial position أو called balance sheet income statement، statement of comprehensive income، statement of change in equity، statement of cash flow. طبعا ده كله احنا هناخده بالتفصيل في السب يونتس اللي هتيجي بعدين. To be useful information presented in financial statement must be relevant and faithfully represented. يعني المعلومات اللي انت بتعرضها لي في القوائم في السيت اوف فاينانشال ستيتمنت ده عشان تكون مفيدة ليا انا كراجل external user لازم تكون relevant ملائمة، ولازم تكون ايه معروضة بعدالة. يعني المعلومات اللي جوه دي تكون حاجات عقلانية يعني ملائمة، ما تجيش انت تديني حاجة يعني ليست منطقية unlogical، تمام. طيب usefulness is enhanced when the information is comparable. يعني انت بتعزز حتة ان هي تكون مفيدة، المعلومات دي مفيدة لازم تكون ايه comparable، يعني تكون قادرة ان انت تعملها comparison، يعني تقدر تقارنها بسنوات سابقة او تعملها مقارنة بالكومبيتيتورز بتوعتك اللي في السوق. فهنا بيقول لك ايه with similar information for other entities، يعني ال competitors and same entity for another period or dates، يعني تقدر تشوف برضو ايه تعمل مقارنات للسنين السابقة. Compar com comparability، يعني المقارنة allows users، بتساعد المستخدمين اللي هم mainly external to understand similarities and differences. الاختلافات دي لما تيجي تعمل مقارنات لازم هتساعدهم فين؟ يعني هم مش بيعملوا مقارنات كده اللي هو الوطن، يعني لازم بيشوفوا إيه الفروقات ما بين السنوات السابقة كانت أرباحك إزاي، وصولك كانت عاملة إزاي، والسنة دي وصولك نزلت ولا زادت، التزاماتك نزلت ولا زادت. برضو لو فاينانشال اناليست بيشوف برضو الشركة دي بيقدر يقيمها بناء على سنوات سابقة، فهي برضو مفيدة. بيقول لك إن هي تكون معروضة بعدالة، وبتكون معلوماتها ملائمة، بتكون تقدر تعمل لك إيه comparability، إن أنت بتقدر تقارن معلومات السنة دي مع السنة اللي فاتت، أو معلومات السنة دي مع competitors، أساس تشوف الاختلافات يعني بتقدر تفصح عن الكلام ده لو أنت بتقارن شركتك بالسنوات السابقة.
طيب financial statement are prepared under the going concern assumption. يعني لما انت بتعد القوائم المالية بتفترض مبدأ اسمه ايه؟ مبدأ الاستمرارية. مبدأ الاستمرارية ده معناه ايه؟ معناه ان انت بتفترض ان انت مكمل، يعني انت مش هتعمل ليكويديشن، مش هتعمل تصفية للشركة. فهو مبدأ الجوينج كونسيرن ده برضو سؤال هنلاقيه برضو في الأسئلة بتاعتنا. means that entity assume بتفترض to continue operation identify and that it will not be liquidated in the near future. مش هيحصل لها liquidation زي ما قلنا. تمام. طيب financial statement relationship. طيب انا السيت اوف financial statement اللي اتكلمت عنه قلت ان هو بيتكون من بالانس شيت وانكم ستيتمنت وكاش فلو والكلام ده كله. ايه علاقة بقى القوائم دي ببعضيها؟ بقول لك الفاينانشال ستيتمنت complement each other، بتكمل بعضيها. القوائم المالية مكملة لبعضيها. ليه؟ they describe different aspects of the same transaction. يعني بتشرح لك يعني مثلا لو انت عملت ترانزاكشن بتأثر معاك فين؟ بيقول لك ده اللي هو بيقول لك هنا، يعني السيم ترانزاكشن اللي انت عملتها دي اثرت معاك فين؟ فهي بيقول لك ان هي القوائم دي مكمله لبعض بناء على الترانزاكشن اللي انت بتعملها، القيود يعني. And more than one statement is necessary to provide information for a specific economic decision. واكتر من قائمه لازم يكون معايا اكتر من قائمه عشان اعمل ايه؟ اعمل specific economic decision، قرارات اقتصاديه. The components elements يعني بيقول لك المحتويات بتاعتها of one statement relate to those of other statement among the relationship are. يعني لما انا عايز اشوف العلاقات بشوف ايه؟ بشوف المحتويات اللي جوه كل قائمه. مثلا بيقول لك هنا مثلا net income or loss from a statement of income statement is reported from statement of income is reported and accumulated in the return earning account. يعني انت النهارده كنت كل سنه بتطلع انكم ستيتمنت، الانكم ستيتمنت دي اترمت فين؟ اترمت في الريتيرن ايرنينجز. الريتيرن ايرنينجز ده بقى هو كومبوننت في ايه؟ فين؟ في الايكويتي سيكشن، في الايه؟ في الفاينانشال بوزيشن، في البالانس شيت. فده اللي بيقول لك ان القوائم الماليه دي قوائم مكمله لبعض بناء على الترانزاكشن اللي انت عملتها، بناء برضو على الكومبوننت بتاعتك، ان كل كومبوننت بيسمى او بيكون ليه تاثير او ليه علاقه بالستيتمنت اللي بعديها. الانكم ده، الانكم واللوس ده تراكمي بيترمي في الريتيرن ايرنينج، والريتيرن ايرنينج دي هي بالانس شيت، والنت انكم واللوس ده هو جاي من الانكم ستيتمنت، فكلهم ايه؟ مربوطين ببعض. طيب ناخد مثال تاني. الكومبوننت من الكاش ايكوفالنت في الفاينانشال بوزيشن او في قائمه البالانس شيت، برضه هو بتعمل له تسوية فين؟ with the corresponding item in the statement of cash flow. يعني الكاش فلو بتكون ملنكة مع البالانس شيت، ان الكاش والكاش ايكوفالنت اللي ظهر في البالانس شيت انا هعمل له ريكونسيليشن فين؟ في الكاش فلو. يعني هشوف ان انا عندي اوبننج بالانس من الكاش كام من الميزانية، هاخد بقى الحاجات اللي تمت سواء فاينانسنج اكتيفيتي او انفستنج اكتيفيتي او اوبريتنج اكتيفيتي، وابتدي اشوف ايه التاثيرات اللي تمت ما بينهم لحد ما اوصل للاندنج بالانس واشوف صح ولا لا زي الميزانيه. طيب items of equity from a statement of financial position، يعني بنود الايكوتي في الميزانيه العموميه are reconciled with the balances on the statement. يعني دول بيتعمل لهم برضو تسويه فين؟ في التشينجز ان ايكوتي، في قائمه التغيرات في حقوق الملكيه. ending inventory يعني رصيد اخر المده من المخزون are reporting current assets، بتعرضها فين؟ في ال current assets on statement financial position. طيب ايه العلاقة المرتبطة بالقائمة الثانية and are reflected in the calculation of cost of goods sold on the statement of income. يعني بكل بساطة ان انت بتعرض فين؟ الانفنتوري في البالانس شيت، والانفنتوري ده الريفلكت بتاعه تاثيره فين؟ لما يتباع في الكوست اوف جود سولد. ده اللي هو بيقول لك هنا ان انت الانفنتوري اصلا بتعرضه في الكرنت اسيتس في البالانس شيت، بس الريفلكت بتاعه بيروح في الانكم ستيتمنت لما هيتباع.
Amortization and depreciation reported in statement of income also are reflected in assets. يعني الديبريشيشن ده بيكون بيأثر فين؟ برضه بيأثر في الاسيتس، ده كونترا اسيتس اصلا، تمام؟ and liability balance in the statement of financial position. يبقى الامورتيزيشن ده بيأثر لي في الانكم ستيتمنت، بيأثر لي برضه في الاسيتس واللايبيلتي في الفاينانشال بوزيشن، تمام؟ دي اخر حاجه معانا يا شباب، اللي هي accrual basis of accounting، اللي هو مبدأ الاستحقاق. لما انا بسجل، مش بسجل بناء على ان انا استلمت كاش، او لو بعت استلم كاش، او لو صرفت اصرف كاش. ده بيقول لك ان انت كل ما تكون عندك عمليه بيع لازم مقابلها يتم تسجيل الكوست اوف جودز سولد بتاعتها بناء على الماتشنج برنسبل. فخلينا نقرا اللي هو كاتبه: financial statements are prepared under accrual basis of accounting. ده اللي همشينا عليه، ليس الكاش بيزس. accrual accounting records the financial effects، تأثيرات المحاسبية للترانزاكشن and other events and circumstances، والمؤثرات الخارجية أو العامل when they occur rather than when they are associated cash is paid or received. يعني لما بتحصل عندك الترانزاكشن سجلها، بس يعني مش شرط ان انت دفعتها او استلمت منها ايه كاش، سواء بيحكي يعني على حتة ان انت بعت او دفعت مصاريف يعني، تمام؟ طيب revenue are recognized in the period in which they were earned even if, if the cash will be received in the future period. يعني revenue بعمل له اعتراف في الفترة اللي تمت فيه، ماليش دعوة بقى ان انا استلمت كاش او لا، تمام؟ This is referred to as revenue recognition principle، معيار الإيرادات. ده هناخده طبعا قدام شوية. Expenses are recognized in the period in which they were incurred. يعني أنا بقول لك برضه نفس الفكرة، هتعترف لي بالمصروف ده في الفترة اللي تمت فيه. If the cash will be paid in the future period، يعني هنا بيقول لك إن أنت إيه، هتسجل accrual وتدفع بعدين في فترات لاحقة. Under matching principle، يعني اللي هو إيه matching، إن أنت تسجل الإيراد ومقابل المصروف على طول. Expenses are recognized in the same period as the related revenue. يعني أنا النهاردة بعت، مقابل البيع ده عندي cost of goods sold لازم أسجلها. ده هو مبدأ matching principle، تمام؟ expenses recognition، يعني اعتراف بالمصاريف principle، معيار اعتراف بالمصاريف associate cause and effect، علاقة السبب والمسبب systematic and rational allocation and immediate recognition. يعني تعترف بالمصروف ده على طول، تمام؟ under the cash basis، تحت الكاش basis revenue are recognition when cash is received and expenses are recognized when cash is paid. under GAAP طبعا financial statement cannot be prepared under the cash basis of accounting. يعني انت ما ينفعش تحت الجاب تعمل لي قوائمك المالية تحت ايه، تحت الكاش بيزس. وعلى فكرة يا شباب، يعني ان انت بتعد القوائم المالية طبعا او وفقا للاكرول بيزس، دي برضو هنشوفها في الانكم ستيتمنت ان هي يعني مش مناسبة، لان انت بتضطر تعمل ادجستمنت برضو في الكاش فلو على اساس ان انت توصل لايه، للنت انكم الصحيح. يعني بتضيف الديبريشيشن، ولو عندك جين بتطرحه، ولو عندك لوس بتجمعها، والكلام ده كله هنشوفها بعدين. فهو ايه، دي برضو هتكون حاجة ليميتيشن، يعني حاجة غير محببة او اتخذت عليها على القوائم ان هي مش كويسة بسبب الاكرول بيزس. يبقى كده هناخد مراجعة سريعة على أساس لما نحل الأسئلة هنلاقي كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده في الأسئلة، تمام؟ وخصوصا الحتة دي. يبقى هنا الأوبجيكتيف، الهدف الرئيسي من إن أنا بعمل تقارير مالية إن هي useful making decision، بتساعدنا على اتخاذ القرارات إن أنا إيه أجيب موارد للشركة. information report، المعلومات اللي بتكون عبارة للcommon resources and claim، لما ممكن تكون عبارة عن financial position أو تكون هتساعدني فين ان انا اعرف liquidity و solvency و financial needs و probability of obtaining financing. دي طبعا بالنسبه للبالانس شيت. طبعا هي بيقول لك users need، لازم اللي هم المستخدمين يفصلوا بين حاجتين، ان التاثيرات اللي تمت على الايكونوميك ريسورسز والكليمز دي ممكن تكون جايه من البرفورمانس بتاع الشركه اللي هو الانكم ستيتمنت، اللي هيطلع في الانكم ستيتمنت، او عن طريق
الحاجات اللي حصلت على issuing debt اللي هي فين في البالانس شيت. information about financial performance ممكن هتكون مفيدة لإيه؟ إن أنت تعرف الريتيرن بتاعك من الموارد اللي عندك، وتقدر تقيم الشركة اللي عندك، وتقدر تشوف predicting future return. عشان أعمل قوائم المالية لازم تكون معدة تحت الجاب اللي هو General Accepted Accounting Principle. وهنا بيقول لك إن أنت في كل حاجة هيكون حاطط لك هو إيه الفرق ما بين الأيفرس والجاب في كل جزئية هتكلم عنها إذا كان في فروقات يعني. الفاينانشال اكاونتنج بتختلف عن المانجيريال اكاونتنج. ان المانجيريال اكاونتنج هيعمل ديسيجن ميكنج بلاننج كنترولنج، وده كله هيغطيه فين؟ هيغطيه من يونت 7 ليونت 16، وهو بيكون خصيصا للانترنال يوزر وليس اكسترنال يوزرز. عرفنا مين هم المستخدمين للقوائم الماليه، اكسترنال والانترنال يوزرز. الاكسترنال يوزرز هم البرايمري يوزرز، بيكونوا بيستخدموا قوائم ماليه عشان يشوفوا هل مفيد لهم ان هم يخشوا الشركه ولا لا. زي الانفيزيتور بيشوف ان هو يقرر يزود حصته او يقلل حصته، او ان هو لسه هيخش يستثمر في شركة جديد. المقرض او السبلاير هياخد المعلومات دي عشان يشوف ان هو يزود الكريدت او يشوف ايه هي البيمنت تيرم. الفاينانشال ادفايزرز المستشار المالي او المحلل المالي نيد فاينانشال تو هيلب انفيزيتور، بيساعد المستثمرين اللي هم دول evaluate particular investment، بيساعدهم ان هم يشوفوا يستثمروا ولا لا. ستوك اكسشينج نيد فاينانشال ستيتمنت، اللي هم البورصة بيحتاجوها ليه؟ عشان يشوف ان انت تكون ليستنج ولا مش ليستنج في البورصة. regulatory agencies may need financial statement عشان يقيم الفيرم conformity with regulation and determine price level regulation. من هم الانترنال يوزرز؟ عرفنا ان هم بيكونوا مستخدمين داخليين، ده اللي هم بيساعدهم المانجيريال اكاونتنج. وزي مين؟ زي المانجمنت والامبلوي والبورد اوف دايركتور. عرفنا خصائص في القوائم الماليه، خصائصها ان هي بتوصل المعلومات للبرايمر اللي هم الاكسترنال يوزرز طبعا، بتكون عباره عن نوتس سبلمنتري انفورميشن، معلومات امداديه عن المانجمنت ديسيجن، قراراتها والتحليلات بتاعتها. عند other disclosures في صفحات الأخرى information typically disclosed، بيكون فيه إفصاحات وإيضاحات عشان تفهم القوائم المالية دي. عرفنا ان notes and considered part of basic financial، يعني هي جزء لا يتجزأ منها، تكون معدة تحت الجاب. وان الفيرست فوت نوت اول حاجة بتطلع لك في القوائم المالية بتكون اللي هي describe significant accounting، ايه هي السياسات اللي انت بتستعملها في المحاسبة عندك، وهي الافتراضات، وهي ان انت بتحسب ازاي الديبريشيشن، وهي الاستيميتس والاسامبشن والريفينيو ريكوجنيشن، والكلام ده كله بيكون ظاهر في اول حاجة في الميزانية او في القوائم المالية عموما. ايه هي الفول سيت اوف فاينانشال ستيتمنت؟ قلنا ستيتمنت فاينانشال بوزيشن، بالانس شيت، انكم ستيتمنت الدخل والدخل الشامل، تشينج ايكويتي تغيرات في حقوق الملاك، ستيتمنت كاش فلو اللي هي التدفقات النقديه. عشان تكون انت معلوماتك مفيده اللي انت بتعرضها للاونرز او ايا كان سواء اكسترنال او انترنال يوزرز، لازم تكون relevant and faithfully represented، يعني معروضه بعداله. الفايده بتزيد او بتعملها انهانس لما تكون المعلومات دي اصلا قابله المقارنة دي بتكون يا إما سنوات سابقة أو مع كومبيتيتورز ليك بره. فالقائمة المالية بتعد إن هي تكون going concern assumption، افتراض إن هي الشركة مكملة وأنشطتها مكملة وليست هتتم فيها التصفية. financial statement علاقتها ببعض إيه؟ قلنا إن هي مكملين ببعض، كل القوائم الخمسة دول مكملين لبعض. ليه؟ لأن الإليمنت اللي موجودة في قائمة بتكون ظاهرة في قائمة تانية أو ليها ريفلكت للقائمة اللي بعديها. عرفنا إن أنت هنا النت إنكم ده أو النت لوس بيكون ظاهر في الإنكم ستيتمنت، وكمان بيظهر في الريتيرند إيرنينجز، تمام، اللي هو في التشينجز إن إيكويتي. الكومبوننت الكاش والكاش إيكويفالنت، يعني حتة الكاش هتعملها ريكونسيليشن في الكاش فلو، والأيتمز بتاعت الإيكويتي ظاهرة في الفاينانشال بوزيشن وهتعمل لها ريكونسيليشن برضه في الستيتمنت في تشينجز ان ايكويتي. والليندنج انفنتوري ظهرت في الكرنت اسيتس في الستيتمنت فاينانشال بوزيشن، هيتعمل له ريفلكت لما يتباع وهيظهر فين؟ في الكوست اوف جود سولد في الانكم ستيتمنت. الامورتيزيشن ديبريشيشن اللي بيكون ظاهر في الانكم هيكون برضه ريفلكت من الاصول
والالتزامات اللي ظاهرة في الفاينانشال بوزيشن. عرفت إن الجاب بيستعمل الأكرول بيزس ولاش الكاس بيزس. بيقول لك إن الأكرول بيزس ده بتسجل الترانزاكشن اللي حصلت في الوقت بتاعها وليس مرتبط بدفع أو استلام كاش. الريفينيو ريكوجنيشن بيكون which they were earned even، يعني لازم تسجله سواء دفعت كاش أو لأ. ونفس كذلك الاكسبنس، وهنا الماتشنج برنسبل. وبالتوفيق لكم جميعا، ونشوفكم المحاضرة الجاية على خير. السلام عليكم.